يا العام اللي فات ولا العام اللي فات ولا شفيت كنت تجبدوا لي فيديو قلت لكم بلي لاكوب دافريك امبوسيبل نديوها حنا. نعم قلتها لكم امبوسيبل. قلتوا لي علاش؟ قلت لكم امبوسيبل لاكوب دافريك 95% ديريجي راهي رايحه للتاريخ وحده تحبس لتما. ما راحش الفار. ما كانش الفار، تعاود تلقطه خطره واحده مي لاكسيون دو رامي بن سبعيني اللي جبدها ملالين، حبسنا 3 مينوت تعاود تشافت من كاع لي زون. مي سيتي كلير، لو ميساج كلير ملي ابارتيغ دو 8 دي فينال. جو بونس كو هاد لاكوب عندها ديستيناسيون وين راهي رايحه. ايزوغي دو نو دير دال ديبار ما تلعبوش، كنا نلعبوا لا فينال البارح ونحبسوه. اهلا وسهلا بكم. اذا مشاهدي الافاضل دعونا نبدا وندخل مباشره في الموضوع. ماذا حدث اليوم قاسي سعيد وكيف تابعت اقصاء المنتخب الوطني وخسارته وخروجه من الدور ربع نهائي من كاس افريقيا امام نيجيريا هدفين مقابل صفر؟ والله محمد انا اليوم صراحه اليوم كسبنا منتخب. نعم كسبنا منتخب حاول يلعب مع ضد المنتخب القوي اللي هو النيجيري. نعم. الملاحظه اللي نجم نقولها لك محمد، كون لعبنا اسبوع ضد نيجيريا اسبوع ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف. نعم. وعلاش ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف؟ الحكم دار واش يحب هذه المقابله. يعني تصرف كانه هو اللي يحكم في هذه المقابله. الانذارات بالجمله، خوف اللاعبين تاعنا اللي انتيميدي من بدايه انطلاقه المقابله بداوا بالانذارات. ولكن نقول لعبنا ضد منتخب قوي. نعم. ميدو، ما هي مسببات الخساره اليوم؟ لا اولا باش نتحدثوا كره قدم، منتخب النيجيري كان منتخب قوي، كان واقف مليح فيزيك سوا فيزيكمون ولا تاكتيكمون سيتي سوبيريور. ومن بعد كاين امور تحدث في مباراه كره قدم تغير مصيرها. لقطتين تقدر تقلب لك توت ان تورنو توت ان ماتش. بونس كو ما نقعدوش لاصقين على هذيك لاكسيون. ما يسمح لي خويا، لا كاف سي اون كاتاستروف. ils ont changé les arbitres la veille des matchs. les arbitres هذوما اللي بدلوهم جاو بور دي ميسيون بريسيز، جاءوا من اجل مهام خاصه. وهذا عيساسي اليوم جاء من اجل مهمه باينه من بدايه المباراه. الاخطاء توسكي ماشي 50 توسكي 60 40 يتصفل عليهم. هذه الحاجه الاولى. شفنا اللقطه اللي ضربت في اي جي في ركله جزاء واضحه. اما واش ندير في المسببات؟ ما راحش الفار. ما كانش الفار، تعاود تلقطه خطره واحده مي لاكسيون دو رامي بن سبعيني اللي جبدها ملالين، حبسنا 3 مينوت تعاود تشافت من كاع لي زون. مي سيتي كلير، لو ميساج كلير ملي ابارتيغ دو 8 دي فينال. جو بونس كو هاد لاكوب عندها ديستيناسيون وين راهي رايحه. ايزوغي دو نو دير دال ديبار ما تلعبوش، كنا نلعبوا لا فينال البارح ونحبسوا هنا. ميو كو السينما اللي صرا اليوم، باسكو السينما سي دو سينما سا سي با دو فوتبول. راني نحكي التحكيم لكن ماهوش 100%. احنا ما كناش في الماتش، ما درناش اونطام مليحه. قاسي سعيد قال شيء مهم جدا. سعود الى مردود المنتخب الوطني. نعم. انتيميدي لي جوار دال ديبار ومن بعد ولينا خلاص. نعم. دخلنا في اللعب تاعنا. هل كان المنتخب النيجيري بحاجه لمساعده الحكم؟ منتخب نيجيريا منتخب قوي ومحترم. لو كان الحكم عادلا وخسرنا كنا يعني سنصفق للمنتخب النيجيري. هذا لا يعني بان المنتخب النيجيري لا يستحق التأهل. يستحق التأهل والمرور، لكنه لا يحتاج لمساعده الحكام. اولا نشكر اللاعبين المنتخب الوطني والمدرب على كل ما قدموه. هذه كرة القدم فيها ربح فيها خسارة. ولكن نبداو من ركلة جزاء. نعم، في بداية المباراة كانت هناك ركلة جزاء لو صفرت سجلناها هدف لصفر راح تقلب كل شكل المباراة. ولكن بعد ركلة الجزاء محمد لم نقدم أي شيء. صفر تسديدة على المرمى طوال 90 دقيقة. نعم. صفر تسديدة داخل الإطار حتى لا نبتعد كثيرا عن ما حدث داخل المباراة. حتى نحن لم نكن حاضرين، ارتكبنا بعض الأخطاء محمد. وفي كرة القدم بعض الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. هذه مباريات أمين تلعب على تفاصيل صغيرة. وانا ما نوافقش قاسي سعيد لما قال لك لو قعدنا اسبوع نلعبوا امام نيجيريا ما سجلوش. انا اشوف انه وقعنا في نفس الخطا الذي وقع فيه المنتخب التونسي. وانا كنت اتمنى قبل المباراه ان يبني الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه المباراة وتصوره على هذه المباراة حول مباراة تونس نيجيريا، لأنه المنتخب التونسي احترم كثيرا، بالغ في احترام المنتخب النيجيري. تلقى ثلاثية لما تجرأ وهاجم، سجل هدفين. لو أضاف الحكم 5 دقائق فقط كان المنتخب النيجيري يقدر يعدل النتيجة وتروح للأشواط الإضافية وربما ركلات الجزاء. بالغنا في احترام المنافس محمد. اليوم ما واجهناش البرازيل، صحيح واجهنا منتخبا رائع محترم
قوي بكل المقاييس. نعم. منتخب كان يدخل في كل مرة من العمق، منتخب كان ينوع في مصادر الخطورة، يلعب لك على الجناحين، تارة يدخل بالتمريرات القصيرة بالوان تو من العمق. نعم. نوع عندنا الرأسيات، تسديدات، كل شيء كان حاضر في المباراة. ولكن في آخر المطاف قلت لك بدون أي كلام كثير نشكر اللاعبين. هذه هي كرة القدم. نعم. اليوم لحقنا الربع النهائي، ولكن أنا النتيجة اللي مستخلصها وما نغيرش رأيي فيها أننا في طور بناء منتخب قوي جدا للمستقبل. نعم. عودية كرة القدم فيها ربح وفيها خسارة، أشياء فيها الحلو وفيها المرارة، فيها التأهل وفيها الإقصاء. اليوم مثل ما قال بن شبير الحكم ظلمنا أوكي، لكن حتى نحن لم نقدم مباراة كبيرة من أجل المرور إلى نصف النهائي. بعيدا عن التحكيم الذي جاء في مباراة اليوم بمهمة خاصة وهي إقصاء المنتخب الوطني نعم. من الربع النهائي. نيجيريا يستحق الفوز نعم. نظرا لما قدمه طيلة أطوار اللقاء. المنتخب الجزائري انتهى بدنيا في مباراة الكونغو، نقولها بالفم المليان. نعم. نقولها بالفم المليان. وجب الآن البناء على هذه المباراة التي خسرناها في دور ربع النهائي، لأنه ما لازمش يخفى على الجمهور الرياضي أنه المنتخب الجزائري رجع إلى الواجهة ب4 مباريات نظرا لما جرى في النسختين الفارطتين. رجعنا إلى الواجهة القارية بشرط واحد، عندنا حدث أبرز استثنائي أكثر أهمية من دورة كأس إفريقيا اللي هو كأس العالم. نعم. هنا لا يجب أن الحكم نديروها شماعة ونتخبوا وراها. الآن وجب البناء بأكثر شدة وأكثر دقة وأكثر أهمية، لأنه كأس العالم على الأبواب. نشكر المنتخب الجزائري على كل ما قدمه نعم. في هذه الدورة، ونقول له هارد لك ونهنئ، لأن نحن المنتخب الجزائري ونحن الجزائريين عندنا الروح الرياضية. نهنئ المنتخب النيجيري على فوزه. نعم. بن شيخ تابعنا المباراة سويا، كانت لديك الكثير من الانفعالات أثناء اللقاء. ما هي أسباب الخسارة؟ 1 2 3 4. الأسباب الخسارة نبداو بالليكيب تاعنا قبل. نعم. ليكيب تاعنا ليكيب رونترونت انا ما كل صراحه ما عجبتنيش. كل صراحه ليكيب رونترونت تغير. تا كي تلعب افيك ان ميليو تيران زروقي شايبي بلوز موا بوداوي، هنايا درت ان ميليو تيران اللي ما ينجموش يتفاهموا في 3. وحنا ليميسيون اللي فاتت تكلمت وقلت عندهم ميليو تيران قوي، لازم نحوسوا كيفاش ما نخليهمش يلعبوا. كلاونا في الميليو تيران، كلاونا. من بعد ذلك يخرج هاد يخرج زروقي ويخرج ما خرج مازا اللي كان ميور. لو سول اللي كان يلعب وكان مليح، ولو كان قعد مازا في هذيك لي ديرني مومون ممكن يسجل، لان كنا نكريو كي دخل بولبينا ودخل حاج موسى ودخل بونجاح وكذا، فالي ليسي مازا. هنايا انا رايي المدرب هنا غلط. ليكيب رونترونت يا دي جوار اللي راهم تحب ولا تكره محكورين فيها، ديما مشي يلعبوا يدخلوا توجور رومبلاسون يا انسي دو سويت سي كوم سا. هذه وحده. طريقه لعب ما نثبتناش كاع يديك. عطى انستركسيون لي زارير لاتيرو ما يطلعوش طلع خطره عيط نوري ولا زوج، وطلع خطره سيتي ان كونتر كان محرز وحده ملهيه. بن شيخ استسمحك، كان على كل حال انني بديت ليكيب رونترونت اللي دخلت انا ما عجبتنيش. انت الى بافوي الميليو تيران كاع. احنا قلنا ادفيرسير عنده ميليو تيران قوي، هو دار لنا ميليو تيران اللي ما ننجموش يلعبوا اونسومبل، سي با بوسيبل. ايتون دوني كو لا لين داتاك تنغلقت ني ادروات ني اغوش ما نجمناش. نعم. وهما يديروا لنا بريسيون في الكون تاعنا، ما نجمناش نديفلوبيو، لان ما ينجمش يتفاهم زروقي مع بوداوي ومع مازا ولا يجي لتحت. مازا لعب شغل فوا افونسونت، مازا فوا افونسونت يولي يدافع، يجي حتى الديزيم تاعنا يدافع، الانرجي كاع اللي عنده يطروح في هذاك الدفاع هذاك. ومن بعد كي يلحق الفوق وين عنده القوه هذيك تروح. سي با بوسيبل، لازم هاد الدور يديروه هاد الزوج هادو هما اللي يديروها، فهمني. ولهذا كانوا غلطات من عند المدرب. انا نظن ونشارك واش قال عوديه. امين. شاركوا وتكلمنا عليها شحال من خطره وحنا نقولوا فيها ما نجموش نلعبوا بلي ميم جوار اليوم اون كوب دي موند.
باسكو كوب دي موند نيفو زيد يطلع كبير، ما نجموش. كاين سيرتان جوار يا خويا يفو لو دير، كاين دي جوار سي خلاص ما ينجموش يكونوا تيتولار. اليوم بافوال كاع اللي يلعب شغل الارتيست ما يدخلون بعد فير لافان، صحيح يلعب مليح بالون كل شيء. هذا الكوتي تاع لونترينور. من في اليوم اون دوا فيليسيتي سيت ايكيب، لان ملي بدا تورنوا هذايا طلعوا شويه لو نيفو، داروا اناليا اون بون كوب دافريك باسكو صافي دي زاني وحنا مبحرين وراقدين. اليوم لحقنا الكارت فينال، جو كروا كو اليوم لو نيفو تاعنا يحبس هنا في الكارت فينال، لان يفو ريكونيت يفو ات سبورتيف. لعبنا مع ادفيرسير ميليو تيران تاعهم طاير، لا لين داتاك تاعهم طايره، تري بون اورغانيزاسيون جو. لونترينور تاعهم باش ما تنساوش وربما الناس ما تعرفش، كان غير كيما يونطريني في لمسيو. صحيح. ودار لهم في الكونترا بالعكس قالوا لي كاشيكيب ناسيونال نروح مدرب كرة القدم في المستوى. هذه وحده. دوكا نتكلموا على الاربيتراج سي ان اربيت تري فيسيو، مبعوث تيليغي دي تزط. ها واش دير في الجزائر، قال ها واش دار، واش يدير؟ كسر لهم اللعب، نرفيهم، قلقهم غير عمواندر هكذا حاجه، يا كارطون يا فوت. مت بلوس دو 7 كارطون، بلوس دو 7 كارطون الجزائر. هما ما كاش كارطون، والله يعلم ما كاش كارطون كاع. واحد للحارس واقيلا ضيع الوقت، عطى الوقت واقيلا ما كاش لي كارطون. سون بارلي دو بينالتي كاع الناس تهضر عليه. بينالتي ما تروح لا الفار لا والو، لا هذا هو معزه ولا طارد. عطاوه ديزانستركسيون، الناس هادو اللي عطاو له ديزانستركسيون طبقهم كيما يلزم الحال. هلكنا سي ان اربيت تري فيسيو، كسرنا المورال تاع لي جوار، خوف لي جوار لان ولاو يخافوا يروح كاش طاق ولا كذا، ولاو يخافوا. هدمنا الاربيت اليوم، انا نقول لك هدمنا. ولو هما يميريتيو لا فيكتوار باش الناس لا تشوفنا ما تقولش لازم يكونوا رياضيين. ما تقولش انا نحصلوا في الاربيت، نو نهضروا كوتي سبورتيف. نيجيريا ميريتي بلانمون لا فيكتوار، ولكن الاربيت اليوم مسكرنا. انا نقول سي اون هونت لا كاف، سي اون هونت لو فوتبول افريكان، سي اون هونت اللي فيديراسيون افريكان اللي ما يتحركوش ولاو يمشيو بالتيليكوموند. الناس ولا تمد اوامر باينه ان كوب دافريك ديريجي. اي لا سي ني بلو دو فوتبول، سي ني بلو دو فوتبول، خلاص سي تيرميني. دوكا البارح كنا في ليميسيون قالوا لي اسكو تي بور كي يجيبوا من الكارو 2000 ودا يجيبوا دي زاربيت اوروبيا. كي قلت لهم اي، رضوان قال لي واش يقولوا دوك لي زافريكان، يا بلو دو كاف، يا بلو دو كاف، سي تيرميني، سي اون هونت. هنا طيحوا بالاربيتراج افريكا، وراو بلي لي زاربيت يمشيو كيما يقولوا لهم. دونك يا بلو دو كاف، يا بلو دو كاف. انايا واش غايدني الناس اللي على تيت دو لا كاف، اون بيرسوناليتي، ما نقولش اون بيرسوناليتي، نقول ان homme d'affaires très riche. نعم. مي دو كيل دينيتي، افيك كيل دينيتي. كان مام تكسب مال قارون ولا ويتقابلك لي اون فاس انسان متواضع، بصح هذا عنده دينيتي، عنده شخصيه، عنده شرف. ما يقبلش كون تي ان باترون دون كاف كيما هاديه اللي حاكمه لو فوتبول افريكان. C'est une honte pour lui qu'a président de la CAF. C'est une honte pour la commission d'arbitrage اللي راه يدير في هاد لي زاربيت وراهم يمشيو فيهم الناس بالتيليكوموند. يا العام اللي فات ولا العام اللي فات ولا شفيت كنت تجبدوا لي فيديو، قلت لكم بلي لا كوب دافريك امبوسيبل نديوها حنا. نعم. قلتها لكم امبوسيبل. قلتوا لي علاش؟ قلت لكم امبوسيبل. لا كوب دافريك 95% ديريجي، راهي رايحه لتاريخ وحده، تحبس لتما. ابارتير دو مومون اللي ولا الفوتبول يديريجاو لي زاربيت يديروهم في الجيب، يا بلو دو فوتبول. اسمح لي، يا بلو دو كاف، اون ريسبكت بلو لا كاف هذه. انا لياج لا ريسبكت بلو، سي اون هونت فوتبول افريكا هذا. ميدو، محلل قنوات ليكيب الفرنسيه الصحفي غريغوري شنايدر قال ما سيكون جيدا هو ان نكسب بعض الوقت ونعطي الكأس مباشرة إلى البلد المنظم، وأن نتوقف عن اعتبار أنفسنا متفرجين
أغبياء، يعني انتقادات كبيرة لحكام هذه الدورة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة البلد المنظم في تجاوز منافسيه. وقال يجب أن نتوقف عن إهانة كرة القدم وعن إهانة اللاعبين لأنهم في النهاية الضحايا الأوائل لما يحدث. وقال ما رأيته في مباراة المغرب والكاميرون لا يصدق إطلاقا ولا يمكن تقبله في مباراة بهذا المستوى. في كل مرة تحتسب فيها ركلة جزاء لصالح الكاميرون نجد أن الخصم على بعد متر واحد فقط يمنع اللاعب السريع دون أي تدخل حازم من الحكم. وقال بأن الحكم ترك المباراة تخرج عن السيطرة بشكل واضح. وقال كانت هناك ركلة جزاء واضحة للمنتخب الكاميروني لا تحتمل أي جدل وكل شيء ظهر بجلاء أمام الجميع. وقال انظروا إلى تصرفات الحكم فهو متضايق ويشعر بأن هناك شيء غير طبيعي يحدث. هذا في نهاية المباراة. ميدو 4 حكام كان قد تم تسريب أسمائهم قبل المباريات الربع نهائية، ثم تغير ال4 حكام بين فينة وأخرى. ولأول مرة أنا متابع جيد لنهايات كأس أفريقيا، لأول مرة المباراة بقي عليها 24 ساعة وهوية الحكم غير معروفة، والكاف تراسل للحكام وتقول لهم ابقوا على أهبة الاستعداد وراقبوا إيميلاتكم لأننا سنراسلكم ليلا من أجل تعيينكم لتحكيم هذه المباريات. يعني عيب كبير ما حدث ليلة مباريات الدور الربع نهائي. وقال لك مالي قلت انا في الديبار سي كوب دافريك ديريجي ابخي اللي عنده ان تيتر ناض فيه الحشيش سي المومون بور شونجي لا كاليتي دو تيتر. انا جو بونس كو هاد لا كوب دافريك سيتي دال الديبار تراسي. يا اون ايكيب اللي عندها بوتيتر دي كيش يقولوا منافسين فو لي كاسي فو لي ستوبي فو فار دي مانيير سوف سي على الافريكان. شوف le football africain ne se développera jamais. Jamais. Parce qu'il y a des gens, c'est des vendus. Au niveau de l'institution, la Confédération africaine du football. La Confédération africaine du football, c'est le terminus des fédérations dans le monde entier. Ce qui se passe au niveau de la CAF ne se passe dans aucune fédération continentale dans le monde entier. نو باش يلحق الميساج ديريكت. المهم ما يحدث في الاتحاد الافريقي لكرة القدم لا يمكن ان يحدث في اي اتحاد قاري في العالم. احنا ما ناش نتحدث عن التحكيم كشماعه، لكن ما حدث امس وما حدث في الدور الثمن النهائي وما يحدث اليوم وما سيحدث ايضا في الدور النصف النهائي وما سيحدث في الدور النهائي سي تراسي دال ديبار. هذا ما غلطش سكيلا دي انا قلت امس ايضا. كاس افريقيا مضروب في مصداقيتها منذ بدايتها. ميدو ركله جزاء امام جزر القمر خلينا من هذه من 2015 وغينيا الاستوائيه ضد تونس. نتحدث عن هذه الدوره. المغرب تملك منتخب محترم، هل هي بحاجه الى مساعده الحكام؟ لماذا تلطخ تأهلها بالحديث دائما عن مساعدة الحكام؟ Les investissements اللي نداروا au nom de la CAF, les crédits bancaires اللي نداروا au nom de la CAF pour la construction des stades, pour d'autres choses. Il faut qu'il y ait une rentabilité en face. Impossible la Coupe هذه تخرج من بلاصة واحدة. Ça sera ما باليش pour ne pas dire la fin du monde, mais مستحيل الكأس هذه تخرج من مكان واحد. لذلك أعتقد بأن مباريات النصف النهائي والنهائي هي فقط شكلية في انتظار ما سيحدث، لأنه ما سيحدث هو ما حدث في الثمن والربع وسيحدث في النصف والنهائي. محمد، أنا كل ما جرى في هذه الدورة سواء التحكيم أو التنظيم أنا في درج المهملات وفي سلة التهميش. نعم. لا أريد الكلام عن أشياء مماثلة. أنا جو بريفير اسي دون لو تكنيك اكس كي كونسيرن المنتخب الوطني ديالي. ابري لا كاف مختطف. علي تفضل والأخ ميدو تفضل. تكلمنا في أمور مماثلة منذ 2 و3 سنوات 4 سنوات. التنظيم كأس إفريقيا من 2 إلى 4 سنوات هذا قمع في حق الإفريقيين وفي حق الدول الإفريقية وفي حق الرياضة الإفريقية. ولكن لو أستسمحك نقدر نخرج أنا ورقة
كما شفنا الخوت المنتخب النيجيري الشقيق تيفوز اليوم على المنتخب الاخر. مباراة زوينة ديال منتخبنا النيجيري، قدم مستوى رائع صراحة، لولا ان التفلية ديال بعض اللاعبين النيجيريين. تنعرفوا حنا المنتخب النيجيري دائما تيفوز في المباراة تيبدا يتفلى، تيسجلوا 2 اهداف ولا 3 تيبداو يتفلاو، وهذا الشيء هو اللي خلاهم ما يفوزوش بواحد الحصة ديال 6 اهداف على الاقل ولا 8. المهم اهم حاجة هو الفوز، ودابا ان شاء الله غادي نتلاقاو حنا والمنتخب النيجيري في نصف